كنت كتبت انا شديد الاعتزاز بثوارنا الشبان مهما صدر عن بعضهم من تجاوزات، هم لا يمثلون الكل. التجاوزات دي يعني لا تمثل لا الكل. تمثل الكل. التجاوزات دي كانت في وقتها في حينها قفل المجمع بتاع التحرير وحاجات من هذا القبيل، او منع المرور في ميدان التحرير، حاجات من هذا النوع تسيء للثوره فعلا. على مدى الاسابيع اللي فاتت، وده كان حديث ناس من اللي بيتكلم النشطاء السياسيين او الثوار، وكانوا بيحذروا بعض حتى على التويتر على سبيل المثال، يقولوا احنا هنفقد الناس، احنا هنبدا نفقد الناس وننفصل عنهم. شايف انه ده بيحصل او بيتحقق؟ الكلام شايف مش منفصل عن بعضه. لما كلمتك عن الثوره المضاده التي تعمل بمنتهى الحريه، ده معناه بيؤدي الى تآكل الثوره الحقيقيه، مش كده ولا ايه؟ يعني لما اترك انا الحريه لكل من يريد ان ينهش في الثوره والثوار ان يعبر عن نفسه، واعتبر ده نوع من حريه الراي، وهو ليس من حريه الراي في شيء، وانما ده حريه تدمير الثوره. ده متصل بمن نتحدث عنه، انك انت قلبت الشارع على الثوار الحقيقيين. قلبت الشارع، يعني خليت في لحظه من اللحظات، مش في لحظه من اللحظات، في كثير من الاحيان يبدو كما لو كان الثوار دول هم اعداء الشعب، يعني مش هم اللي صنعوا الثوره والتغيير وادوا الى اسقاط طاغيه يعني قعد يشوه في البلد لمده 30 سنه. لا، ده انت بينتهم كما لو كانوا يعني هم المتجاوزين، وهم اللي ادوا للمشاكل الاقتصاديه وتوقف عجله الانتاج والى اخره، يعني اظن. طيب